السلام عليكم. عاملين ايه واخبار يومكم؟ يا رب يكون يومكم خير علينا وعليكم جميعا يا رب. كل سنه وانتم طيبين يا وليه، ربنا يجعلها بالخير علينا وعليكم، اللهم امين يا رب العالمين. ويرزقنا احنا وانتم، اللهم امين يا رب العالمين. هنعمل معاكم النهارده احلى سمك يا وليه، احلى سمك وحبه رز مفلفلين كده، طبق سلطه، شويه خضره، الدنيا دي كلها. ربنا يجعل ايامكم بالخير علينا وعليكم، ويرزقنا احنا وانتم، اللهم امين، ويجعل لنا فيها رزق يا رب، اللهم امين. اهو غسلنا سمكنا ونضفناه كده وظبطناه، طبعا احنا غسلنا كم مرة ومظبطينه. جايبة كيلو شبار. مهم. وجايبة كيلو رنجة. كيلو لا يا رب، أقل من كيلو، لأن هو وزنهم مش أقل من كيلو. يعني هما أقل من كيلو، أكتر من كيلو إلا ربع. وزنت كام واحدة كده، ودول كيلو شبار. يا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. دخلنا الرد حلو كده وظبطناه، وولعنا الفرن معانا عشان يسخن، ورددنا سمكنا. هو انا نخلت الرد قبل كده، طبعا نخلة معاكم الرد قبل كده وعاملاها. انا مش بحب اكب الرد على السمك، انا بحب اعملها كده. ليه؟ عشان الرده ما تتملاش ميه، لان ما بتفضل الرده كده على السمك. ارضيه السمك بيبقى فيها ميه، والرده بتتعجن وتلبخ الدنيا في بعضها. انا بحب اعمل بهذه الطريقه. مم. وهعمل اللي بتاع الرنجة، هعملها في الصينية، هشوها معاكم في الصينية، مش هشوها في أرضية العرض، لأن أنا بخبز في أرضية العرصة والبساري اللي بتاع الرنجة بالذات بتوسخ العرصة، بتطلع فيها زيت كده، مش بتبقى نضيفة معانا يا ولاد. مهم. مهم. سجلت شوية ردة كده في أرضية العرصة، لقيتها سخنت معايا. اهو شوف الردة. اه بتدخن هي كده، يبقى العرصة اشتغلت معاك، عرصتك سخنت وفرنك سخن. حط السمك كده بالراحة ونظمي نفسك كده. ولا احلى من شوية البيت يا ولاد، تغسلي سمكة وتنضفيه وتظبطيه، وترجعي تاني برضو بتعملي تمليحتك حلوة محبشة، غير ما انت بتروحي تشوي مثلا في محل بتشوي في كلام من ده. لا، الشغل البيتي ده بيبقى نظافة، يعني نظافة وحاجة كويسة، وحاجة برضو انت عاملاها على ايدك، بتغسلي سمكك على ايدك، وبتعملي تمليحتك برضو تحبشها على ايدك، قرن فلفل، قرن شطة، عود شبت، عود كزبرة، شوية توم، كزبرة ناشفة شوية، يعني كده بتظبطي تمليحتك، مقدار حباية طماطم. المهم تمليحة السمك دي برضو هي نفس زي نفس الأكل، بس من ايدك انتي. تحبشتي الحاجة دي من ايدك انتي. عمر بتاع المحل ما يحبشها لك ويظبطها لك، ولا هيغسلك السمك وينضفه، وبيقلب من الكيس على طول على الرد. انا مش عارفه، كل ما اجي افتح التلفزيون ده النوم يكبس عليا ليه، ايه السبب؟ معرفش. برضو اللي انا حطيت السمك الشبار في جنب، ودخلت برضو الصينيه في جنبه عشان تبقى عرصه واحده. انتوا عارفين الانبوب غاليه يا ولاد، والدنيا غاليه، فما ينفع هولع لكل مثلا هم اربع رنجات، هولع لهم الفرن مخصوص، يعني اولع لهم معين لوحد، مره لوحدهم والشبار لوحده. لا، انا بحط دي في جنب ودي في جنب، هي نار واحده على فكره يعني، هي نار واحده، مش بتعملها ولا حاجه. اه ما اعرفش محمد عامل من حياة بره، هعمل ايه نضربه فيه. صلى على الرسول يا حبايبي. جلبت السمك معاكم، ظبطت نارك وظبط اهو.
صلى على الرسول يا ولاد، كل كده اللي يخش الفيديو يصلي على الرسول، ما يحرمناش من اللايك بتاعه ولا الاشتراك، ويسمع الفيديو للاخر عشان القناه تتفعل. كل فيديو افكركم بهذه الجملتين: اسمعي الفيديو للاخر بتساعديني. يا ست مش عايزه تسمعيني شغلوه سيبيه، ما كنت انا مضايقاكي للدرجه دي ومش عايزه تسمعيه. ربنا يرزقكم احنا وانتم، اللهم امين يا رب العالمين، ويوسع رزقنا يا رب. رديت اهو، قلبت معاك الشبار، هقلب برضو الرنجة في العرض في الصينية، هقلبها معاكم في الصينية برضو. لازم تاخد لون من ناحيتين. الشبار بقى بقوم جايباها من جوه، حطها على راس بوز العرصة شوية، بوز الفرن كده من وشه من قدام يتلدن معايا. بحب الشبار يا ولاد يكون ناشف، يعني انشفه حلو في الفرن، ولما اجي لما املحه التمليحه اللي تطري بقى، تاكلي بقى احلى سمك، تاكلي سمك بهذه الطريقه. اهي الشباره معايا لا محروقه ولا ملطوعه ولا بيضه، مظبوط شويتها على المسطره يا ولاد. لسه في شباره جوه، بحاول اخلعها لانها كانت في حته بارده ولازقه شويه. جبتها الناحيه ده اهو. وعلى فكره برضو انا قلبت اللي في الصينيه، وهرجع اقلبه تاني كمان مره معاكم. قلبته هقلبه تاني اهو عشان يظبط لونه كده ويظبط دنيتي. خلي بالك احلى شويه تشويها الرنجه دي في الصينيه، احلى شويه تشويها في الصينيه تبقى معاكي حلوه، ما بترميش زيادتها جو بره، ما بتنشفش الصينيه، بتخليها طريه، لان الزيت اللي بينزل منها بيبقى في ارضيه الصينيه بتبقى طريه. مهما تنشفي فيه عشان ينشف ويبقى تبقى السمكه السردي اللي بتاع اللهم صل على النبي الرنجايه ناشفه معايا واخده سوا معايا، برضو الصينيه بتبقى مديلها ريحه طراوه من الزيات اللي هي منزلها منها، من ريحه الزيات اللي هي منزلها منها بتفضل مطريه الصينيه معايا. وادي الشبر اهو. ان شاء الله المره الجايه هغسل معاكم السمك وهعمل معاكم التملحه تانية، يمكن نسيتوني ولا حاجه. شفت تملحه بتاعت تمليحه البيت، تملحه ولا يعلى عليها يا وليه. محمد شكله نايم طالما سكت كده. شوفي بقى اللي كنت بشاور عليه دي ارضي بقى الزيت اللي نازل اللي وسخ من اللي بتاع الرنجة، بميله في جنب كده قبل ما احط التملحة عليها. ليه؟ علشان التملحة ما تعملش معايا يا ولاد. ميلتها في جنب ومسكت الفرن مسحته ونضفته وحطيت البطاطا فيه، والبطاطا دي استوت وطلعت وكلناها، ما افتكرناش نرجعها على الفيديو تاني. سوها عليا والله يا ولاد، سوها عليا يا حبايبي. هقلب بقى معاك الرنجة. شوف شوية التمليح اللي بفضهم على الرنجة بيجروا معايا على أرضية الصينية وبيمشوا بعيد ازاي، عشان انا مميلة العرص الصينية رفعها على حتة طوبة صغيرة كده من الجنب، تقوم عاملة زي عاملة السمك زي نظام مصفى، بتصفي المية بتاعته اللي تحت كده. اللايك والاشتراك يا حبايبي، اللايك والاشتراك يا حبايبي بيوسع القناة ويكبرها، وفيديوهاتنا ما فيش عليها تفعيل خالص. واني مش عايزه اقول لكم انا تعبت من القناه دي، انا تعبت يا ولد وفلست والله. بس حاولوا يعني انتوا برضو القناه مش هتكون بقناه الا بيكم، بتفعيلاتكم ومثلا واشتراكاتكم واللايكات بتاعتكم هتبقى كويسه، بس ما فيش عليها مش عارفه في ايه والله العظيم. انا عندي امل اللي في يوم يعني الصبر، ربنا الهمني الصبر، والحمد لله انا طول عمري صابره. الحمد لله. الصبر دي نعمه من عند ربنا يا حبايبي، والله العظيم نعمه من عند ربنا. شوفوا الشكل بقى معانا
شوية سمك كده يا ولاد يفتحوا النفس، والله شوية سمك يفتحوا النفس. يا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. يا الله، صلى على الرسول يا ولاد كده في الكومنتات يا ولاد. جهزنا بقى غدا. انا فلفلت شويه رز برضو، مرضيش اطول الفيديو عشان الفيديو ما يطولش عليكم. عملت سلطه، عملت طبق بطاطس، غسلت خضرتنا، عملت إيه يا ولاد خيار، ظبطت الدنيا كده. هي غدوه السمك دي عايزه حبه تحابيش حواليها، ما كانش التحابيش حواليها ما تتاكلش. اللايك والاشتراك يا حبايبي، اللايك والاشتراك بيكبر القناه، وعشان نفعلها كده وندننا مع بعض على طول. والسلام عليكم.